بدأت من 45 حياتي العملية، وكان بداية ارتباطي بمدرسة مؤمنين الثانوية. وهنا بتوقف قليلا وبدعو بالرحمة والمغفرة للأستاذة الفاضلة مرحومة صفاء السباعي، الله يرحمه ويرحم جميع الدكتور. وتقدم بالشكر للأستاذ أحمد والي والأستاذ مصطفى الشاذلي مديرين تعاملت معهم على أعلى مستوى. كان ليا ظروفي الخاصة كلكم تعلمون وقدرتوها، أشكركم عليها. أما أجي أوصف مدرسة ميت ميمون أنا مش عارف أقول إيه. أنا حقيقي الكلام ده ضايع مني، بس أنا بس يعني بصوركم قدامي كتورتاية جميلة. لو بقطع التورتاية وباكل منها حتة شوكولاتة هاخد الأستاذ مصطفى عبد الرازق. لو بحب أسمع القرآن بحلاوته وقوته هسمع الأستاذ محمد الحسن، هيوحشني صوته أوي. الأدب تجسد على الأرض مع الأستاذ عاصم. الطيبة والأخلاق عند الحاج والفطور. الأستاذ عبد المقصود عرفته فترة قليلة، لكن كان نفسي يبقى لي علاقة بيه من زمان. أستاذ فكري الفطرة اللي بنسمع عنها هو الأستاذ فكري. أما الأستاذ عبد الناصر مش هنسى جماله عليا، ولا الولد الشايب على رأي عمنا محمود السعداني الأستاذ عبد العليم. أما الأستاذ أنور فده حاجة أوفر خالص، حاجة أنا ما بنتهاش في حياتي. شياكة وأناقة ورقي في التعامل. أما معلمات ميت ميمون هم أجمل ما في الطب، شكلا ورائحة ولونا وكمان كل حاجة. ربنا يبارك. أما حتة الكريز اللي على الطبية كلها، حتة الشوكولاتة، حتة الكريم جانتيه، الأدب، الأخلاق، الجمال اللي اتربى على طبلية أبوه، الراجل الجدع، الشاب، الراجل، شاب ساله جماله عليه، الأستاذ حميد الدسوقي. مش عارف أقول لكم إيه، بقول لكم ألف شكر. ما تنسونيش. احنا لسه بنقول الوزير شبهتنا بيه يعني. ادعونا دايما في أفراحنا. اكيد. بالصحة وطول العمر يا احمد. شكرا. خيرنا تاني كده ان شاء الله. ألف شكر.